السلام عليكم ورحمة الله. معجزة كبيرة ظهرت اليوم فوق جبل عرفة لإحدى السيدات من دولة أوروبية. سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، ويأتي الحجيج من كل بقاع العالم لأداء شعائر الحج. سنرصد لكم قصة جميلة في هذا الفيديو، وهي قصة حقيقية للسيدة التي كانت تعمل راقصة بإحدى الدول الأوروبية، وحدثت معها معجزة اليوم على جبل عرفة. امرأة كانت تعمل راقصة وتفعل كل شيء محرم يغضب الله سبحانه وتعالى، وكانت تكره الإسلام كرها شديدا، وعندما تقدم بها العمر أصيبت بالعمى، فشعرت بالعجز والحسرة، ثم هداها الله للإسلام على يد الداعية الإسلامي الكبير الدكتور زاكر نايك. وعندما حضرت له ندوة عن الديانات السماوية، وفور نطقها للشهادتين كانت تلتزم بتعاليم الإسلام من صلاة وصيام وتلاوة قرآن أكثر من أي مسلم ولد في بلد إسلامي. وكان كل حلمها هو زيارة بيت الله الحرام ورؤية الكعبة المشرفة، ولكنها كانت تبكي كل يوم لأنها لن تستطيع رؤية الكعبة بسبب إصابتها بالعمى. فلو تم تجميع دموعها كل يوم لملأت الأنهار بالمياه. وعلى هذا الحال لمدة عام، حتى سافرت للكعبة وزارت بيت الله الحرام. وعند طوافها بالكعبة حدثت المعجزة، ورأت الكعبة بعدما رد الله بصرها عليه، وحمدت الله وشكرته على تلك المعجزة. سبحان الله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ولا تحرمنا من رؤية الكعبة المشرفة. اللهم آمين.